كيما كنت تنتفس فيا. انا خفت روحي كش ما ندير من بعد. خويا الدم تاع خويا قاعد في الارض وانا قاعد في الدار هذيك، ما نقدرش اختي. سوك هضر معايا ما تغيبش، هضر معايا. الرجال الاولى قاسوه، بداو يقردوا فينا الداخل، حبوا يصوتوا لنا للدار الداخل. تيماجيني بليس دو 20 مينيت وما يقردوا فيهم ما خلاوهاش يتيفاكيو لوبيطال. أحمد سبيل شاب في العقد الثالث من العمر، ينحدر من منطقة بوفريك، متفوق في حياته الدراسية. كان يستيقظ باكرا كل صباح ويتنقل بشاحنته إلى ورشة عمله لبدء نشاطه ككل يوم، بعد أن يطمئن على والديه الطاعنين في السن قبل الخروج من المنزل. كيف راني عايشة كيما مهبولة. نصبح نهضر مع التصويرة ونعرفش نهضر مع التصويرة. جعل ربي يغفر لي. أنا مهبولة كيف ديما كان حنين عليا بزاف. من صغرو حنين عليا بزاف. إلا مرتي وليت فك خايفني لا نموت. ساعة هو مات وخلاني. هذا الشاب لم يكن يدري ما كان ينتظره بتاريخ 11 أكتوبر 2014. ففي حدود الساعة 6 مساء تعرض أحمد سبيل البالغ من العمر 34 سنة إلى 4 طعنات بالسكين من النوع الكبير من طرف عدد من الشباب مجهولي الهوية، كانت كافية لوضع حد لحياته، متأثرا بجروح خطيرة وتاركا عائلته وأصدقائه في جو مأساوي أليم. يا خوتي حق لا اله الا الله محمد رسول الله، غير جوبانه والله العظيم، غير جوبانه ونقولها ونعاودها. جوبانه نورمالمون واحد يديه فارغين ما يقردوش. قردوني بالبلايك بالبلوك ما قدرتش نتنفس، حتى عييت ما قدرتش نافونسي ليهم. وليت نقول لهم حبسوا راني جاي ليكم واش كاين، نروح لهنا هضر معايا وما يقردوا فيا. لحقنا بالكاميو، لقينا خوه الكبير محمد، لقينا نسيب خوه، ولقينا بابات هذا الضحيه، بابات المتهم لقيناه ثم هبط منايا. احنا قاعدين في طوموبيل انا ومروان صاحبي هذايا قاعدين، لحقنا ثم لقينا خوه، هبطنا لقينا مضروب في راسو، هبطنا الحمد لله على السلامه، غير الخير واش كاين منا. لقينا بابات الضحيه هذا واقف ثم، قلنا لا كان والو، راهو متضاربه معانا ومنايا وما كان والو، ان شاء الله تفراو منايا وراي فلات ورا كذا منايا. المرحوم يقول له يا ودي واش كاين، انتم تقسموا البلاد هذه على راكم متضاربين، واش كاين يا سيدي، هاو نفروها واش كاين، على راكم هكذايا. يجي وليد خوه الضحيه، وليد خوه حمد الله يرحمه، اسمه ابراهيم، طفل صغير في عمره 14 سنه. حنا رانا نهضروا معاه مع باباه وخوه، وهو قال لنا ردوا بالكم راهم جايين موراكم في 4، وما كانوا يستناو فينا. الحق ما كانوش يستناو فينا، يستناو في خوه. تقدم منه في بادئ الأمر أحد المشبوهين فيهم، وهو يشهر في وجهه سيفا كبيرا. حاول الضحية انتزاعه منه والدفاع عن نفسه. دقائق قليلة وإذ بالمشبوه فيهم يهاجمون الضحية، ومن دون أي تردد وجهوا له طعنة في الظهر و3 طعنات أخرى في مختلف أنحاء جسمه. دار لينا قالنا انتم واش جيتوا ديروا، جبدوا سيوفها. بوني كينا هكذا قعدنا، قال لهم المرحوم، قال لهم احنا ما جيناش نضربوا، انتم لا جبتوا سيوفها هكذا وكاع. اما لا هما ديريكت جبدوا بداو يضربوا. احنا هربنا تخبينا داخل في دار خوه. احنا كي بداو يضربوا هكذا قاسوه، هو ديجا الاولى قاسوه
بداو يضربوا منايا، احنا هربنا تخبينا انا ومروان هذايا، بداو يقاردوا فينا لداخل، حبوا يصوتوا لنا للدار لداخل، وهو راه برا متواسي معاهم. مالا مش عارف كيفاه رفد السيف، هو قلع لهم السيف تاعهم ودخل به لعندي، دخل عندي للدار، دخل كيما حليت الباب هكذايا، دخل ليا قال لي قاسوني، قال لي قاسوني. ليخطو بعدها خطوات متثاقلة ويسقط على الأرض متأثرا بجراحه البليغة. ويقاسوا خويا ويقاسوا، هضر معايا ما نتغيبش، هضر معايا. مانيش عارف انا وين ضربوه. بعد هو قلت له ريح هنا، حنا غلقنا الباب. من بعد عاود درت لقيتو طاح اجونو، طاح على كرشو، عاود دورته وبديت نمس فيه وين الدم قاح في حوايجه. الضحية أحمد سبيل فارق الحياة وترك وراءه حزنا عميقا وسط معارفه وأصدقائه، كيف لا وهو الذي كان لهم الأخ والصديق والرفيق في حياتهم اليومية. مع أنه لم يكن مستهدفا، إلا أن القدر أرغمه أن يسقط قتيلا بين أحضان أعز الناس. وهو قالنا ردوا بالكم، هم جايين موراكم في 4، وما كانوا يستناو فينا. الحقيقة ما كانوش يستناو فينا، يستناو في خوه. تقدم منه في بادئ الأمر أحد المشبوهين فيهم، وهو يشهر في وجهه سيفا كبيرا. حاول الضحية انتزاعه منه والدفاع عن نفسه. دقائق قليلة وإذ بالمشبوه فيهم يهاجمون الضحية، ومن دون أي تردد وجهوا له طعنة في الظهر و3 طعنات أخرى في مختلف أنحاء جسمه. ضل لنا قالنا انتم واش جيتوا ديروا؟ جبدوا سيوفها. بانيكينا هكذا قعدنا، قال لهم المرحوم، قال لهم احنا ما جيناش نضربوا، انتم الا جبتوا سيوفها هكذا وكاع. اما لا هما ديريكت جبدوا بداو يضربوا. احنا هربنا تخبينا داخل في دار خوه. احنا كي بداو يضربوا هكذا. كان ينتظره بتاريخ 11 أكتوبر 2014، ففي حدود الساعة 6 مساء تعرض أحمد سبيل البالغ من العمر 34 سنة إلى 4 طعنات بالسكين من النوع الكبير من طرف عدد من الشباب مجهولي الهوية، كانت كافية لوضع حد لحياته، متأثرا بجروح خطيرة وتاركا عائلته وأصدقائه في جو مأساوي أليم. يا خوتي حق لا اله الا الله محمد رسول الله، غير جوبانه والله العظيم، غير جوبانه، ونقولها ونعاودها، جوبانه نورمالمون واحد يديه فارغين ما يقردوش. قردوني بالبلوك ما قدرتش نتنفس، حتى عييت ما قدرتش نافونسي ليهم. وليت نقول كيما كنت تلتفت فيا. انا خفت روحي كش ما ندير من بعد. خويا الدم تاع خويا قاعد في الارض وانا قاعد في الدار هذيك، ما نقدرش اختي. سوك هضر معايا ما نتغيبش، هضر معايا. الرجال الاولى قاسوه، بداو يقردوا فينا داخل، حبوا يصوتوا لنا للدار الداخل. تيماجيني بليس دو 20 مينيت وما يقردوا فيهم ما خلاوهاش يتيفاكيو لوبيطال. أحمد سبيل شاب في العقد الثالث من العمر، ينحدر من منطقة بوفريك، متفوق في حياته الدراسية. كان يستيقظ باكرا كل صباح ويتنقل بشاحنته إلى ورشة عمله لبدء نشاطه ككل يوم،
بعد أن يطمئن على والديه الطاعنين في السن قبل الخروج من المنزل. كيف راني عايشة كمهبولة. نصبح نهضر مع التصويرة وما نعرفش نهضر مع التصويرة. يجعل ربي يغفر لي. أنا مهبولة كيف. اللي هو كان حنين عليا بزاف. من صغرو حنين عليا بزاف. إلا مرتي وليست فك خايفني لا نموت. ساعة هو مات وخلاني. هذا الشاب لم يكن يدري ما حبسوا راني جاي ليكم واش كاين، نروح لهنا هضر معايا وما يقردوا فيا. لحقنا بالكاميو لقينا خوه الكبير محمد، لقينا نسيب خوه، ولقينا بابات هذا الضحيه، بابات المتهم لقيناه فما. هبط منا يا احنا قاعدين في طوموبيل انا ومروان صاحبي هذايا قاعدين، لحقنا لثما لقينا خوه، هبطنا لقينا مضروب في راسه، هبطنا نحمدوا له الحمد لله على السلامه غير الخير واش كاين منا. لقينا بابات الضحيه هذا واقف ثما، قلنا لا كان والو راه متضاربه معانا ومنايا وما كان والو، ان شاء الله تفراو منايا وراه يفلات وراه كذا منايا. المرحوم يقول له يا ودي واش كاين انتم تقسموا البلاد هذه على راكم متضاربين واش كاين يا سيدي هاو نفروها واش كاين على راكم هكذايا. يجي وليد خوه الضحيه وليد خو حمد الله يرحمه اسمه ابراهيم، طفل صغير في عمره 14 سنه. حنا رانا نهضروا معاه مع باباه وخوه